هذه آيات بنت حمزة سليماني، طفلة تونسية توفات عندها جمعة في إحدى مصحات ليبيا وتحديدا في طرابلس. ووفاتها كانت نتيجة غلطة طبية أثناء تلقيها حقنة حسب كلام بوها المقيم في ليبيا. بوها اليوم يطالب بحقه في إعادة بنته لتونس باش تدفن في أرضها وبين أهلها وناسها، لكن للأسف الرجل تمرمد بالإجراءات الإدارية في سفارة الجمهورية التونسية بطرابلس وما وصل لحتى نتيجة، مما زاد من معاناة العائلة وأطال مدة الانتظار. اليوم نوجه نداء إنساني عاجل إلى سفارة الجمهورية التونسية في طرابلس والقنصلية التونسية للتدخل السريع وتسريع الإجراءات احتراما لحرمة الطفلة ومراعاة لمشاعر أسرتها. بربي كان جاء قدامك الفيديو هذا بارتاجيه فماش ما يوصل الواحد من المسؤولين ويقف مع العائلة. ربي يرحم الصغيرة آيات وربي يصبر أهلها وناسها، وإنا لله وإنا إليه راجعون.